مستحيل أحد يجرب بطاطس مومباي وما يدمن، والحلو إن مقاديرها موجودة بكل بيت. وأنا أتفرج على أخبار العالم شفت سمو ولي العهد محمد بن سلمان بمجموعة قمة العشرين، ولأنه الميتين كان بالهند قلت خليني أسوي أكلة هندية من زمان ما سويت. فيلا أسوي لكم وصفة بطاطس مومباي الهندية. أول شي أختار حجمه صغير أقشره، بعد كذا أغسله بالماء وأصب عليه ماء ساخن ورشة ملح واخليهم على النار لين يستوي 3/4. طيب هنا عندي زنجبيل وثوم، تقدرون تضيفون بصل تفرمونه بالفرامة. طبعا المطبخ الهندي لهذه الوصفة ما يضيف بصل، بس تقدرون تضيفون عشان يعطي طعم لذيذ. وهنا عندي طماطم قطعتها صغير عشان راح أفرمه بالفرامة. وطبعا الهنود مرة يعشقون الفلفل الحار، فأنا رحت أضفت حبة فلفل حار وحبة فلفل بارد عشان أسوي كذا ميكس. وهذا شكل البطاطس بعد ما استوى. أضيفه بقدر بزيت لين يتحمر، وأضيف عليها من الفلفل والثوم والزنجبيل وملح وبهارات هندية، وأضيف طماطم مفرومة وصلصة الطماطم وكزبرة مفرومة وأغطي القدر لين يستوي. أعتقد أن الطعم والريحة وصلتكم. شاركوا هذه الوصفة وأعطوني رأيكم بالتعليقات.